السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم الاحتفال بالكريسماس؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير مننا بيحب يعرف الحكم دوت، خصوصا مع قدوم آخر العام، مع قدوم يوم 31 ديسمبر. كتير من الناس بيسألوا ايه هو حكم الاحتفال بالكريسماس؟ هل يجوز ولا لأ؟ وهل يجوز التهنئة بالكريسماس؟ والجواب قبل ما نجاوب على السؤال تعالوا نتعرف على تلك الحقائق. رقم واحد، يعني ايه كريسماس؟ كنا زمان يا حبايبي بنسمع ان اي واحد من الغرب لما كان يتحط في موقف مفاجئ كان يقول الكلمة دي: او جيسس كرايس. او جيسس كرايس يعني ايه؟ جيسس يعني المسيح، وكرايس يعني المنقذ او المخلص. كرايس بقى اللي معناها المنقذ او المخلص، لما نحط جنبها كلمة ماس، وماس ديت معناها بالفرعونية ميلاد، تبقى كريسماس يعني ميلاد المسيح او ميلاد المنقذ او المخلص. طيب والشجرة يا شيخ محمود اللي بتبقى محطوطة في الكريسماس، الشجرة دي أصلا ملهاش أي علاقة بميلاد المسيح عليه السلام. الشجرة ديت أول ما ظهرت كانت في ألمانيا قبل ميلاد المسيح نفسه عليه السلام. كان في ناس هناك في ألمانيا بتعبد الشجر، وكانوا بيحتفلوا بعيد الإله بتاعهم اللي هو الشجر. كان كل واحد يقطع شجرة معينة ويحتفل بالشجرة دي في بيته وبين أسرته. وفي عهد البابا بونيفاس سنة 683 ميلادية أرسل هذا البابا بعثة تنصيرية أو تبشيرية إلى ألمانيا. العجيب إن كل الناس في ألمانيا دخلوا في المسيحية وتركوا عبادة الشجر، لكنهم لم يتخلوا أبدا عن العادة المقدسة بتاعة الشجرة، إن كل واحد لازم يجيب الشجرة ويحطها في بيته ويحتفل بها في هذا الميعاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأوا يزوقوا الشجرة ويحطوا عليها زينة ويحطوا فوق الشجرة نجمة. النجمة دي بقى بترمز ايه لايه؟ للنجمة دي، النجمة ديت اصلا بترمز الى النجمة التي دلت المجوس الثلاثة الى مكان ميلاد المسيح عليه السلام. ففي إنجيل لوقا كان في رواية بتقول إن كان في 3 من المجوس اللي هم بيعبدوا النار. ال3 دولت كانوا بينتظروا ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وإن في يوم ميلاده انطفأت النار اللي كانوا بيعبدوها، وكان في نجم في السماء في الوقت دوت. فضلوا ماشيين ورا النجم ده لحد ما وصلوا في أرض فلسطين إلى مكان اسمه بيت لحم، وعاشوا هناك وآمنوا بعد ذلك مع المسيح. طيب إزاي انتشرت بقى شجرة الكريسماس يا شيخ محمود؟ سبب انتشار شجرة الكريسماس واحدة اسمها شارلوت. شارلوت دي زوجة ملك بريطانيا اللي هو جورج الثالث سنة 1790. شارلوت ديت كانت ألمانية أصلا، ما كانتش إنجليزية. وفي سنة 1820 اخترع العالم لويس ديجار التصوير الفوتوغرافي، فراحت هي متصورة صورة اللي هي شارلوت، اتصورت صورة مع الشجرة، وانتشرت الصورة وانتشرت العادة ديت بتاعت شجرة الكريسماس. وتمر الأيام وتيجي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وتخسرها ألمانيا، ويهاجر الألمان لكل مكان. على رأس تلك الأماكن هاجروا إلى أمريكا، وتنتشر بقى الشجرة ديت والعادة بتاعت الشجرة ديت في المجتمع الأمريكي. العجيب في الموضوع حبايبي إن أمريكا نفسها كانت أصدرت قانون بمنع الناس من الاحتفال بالكريسماس مع تلك الشجرة. يعني ما منعوش من الاحتفال بالكريسماس، بس منعوا إن الشجرة ديت تكون معاهم في احتفال الكريسماس. ليه؟ قالوا باعتبارها أصلا عبادة وثنية. بل الأعجب من ده كله إن بابا الفاتيكان نفسه كان بيقول وما زال بيقول إن الاحتفال أصلا بعيد الميلاد اللي هو الكريسماس جاهلية لا وجود له أصلا في الإنجيل. طيب تعالوا بقى نرجع لموضوعنا بعد ما قلنا الحقائق ديت. هل يجوز الاحتفال بالكريسماس أو التهنئة به؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والجواب يا حبايبي على هذا السؤال، هل يجوز أن نحتفل بالكريسماس أو نهنئ أحدا بالكريسماس؟ نقول لا يجوز الاحتفال بالكريسماس
ولا التهنئة بما يسمى بأعياد الكريسماس ولا المشاركة فيها. ليه يا حبايبي؟ لأنها باختصار بتعني أنك تهنئه على ولادة ربه أو ابن ربه كما هو في معتقدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين احنا أسوتنا وقدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب النبي عمل كده؟ لا، النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل إن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذا قول عظيم أن يقال أن هذا هو الله اللي هو سيدنا عيسى أو أنه ابن الله. هذا قول عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. عشان كده بقول لحضراتكم في البداية لابد ان احنا نعلم انه لا يمكن اصلا تحديد موعد ميلاد المسيح ابدا. سبحان الله، يعني حتى اللي بيحتفلوا بالكريسماس هم نفسهم عارفين ان ما فيش حد على وجه الارض يعلم بالتحديد موعد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، بل هم مختلفون فيه. فمنهم من يحتفل به يوم 25 ديسمبر، ومنهم من يحتفل يوم 31 ديسمبر، ومنهم من يحتفل في شهر يناير. والاهم من ذلك ان اصلا خدوا بالكم وركزوا في الحته دي، ان اصلا الاحتفال بالكريسماس اصلا ليس في معتقدهم الاصلي الاساسي في دينهم الذي نزل من السماء، بل هو شيء ابتدعوه في دينهم. فان كان بقى ان كان لا يجوز، وده سؤال لكل مسلم ومسلمه، ان كان لا يجوز ان اتبع مسلما في بدعه ابتدعها في الاسلام، فكيف يجوز أن أتبع غير المسلم في بدعة ابتدعها في دين محرف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف المشكلة فين؟ يعني أنا كمسلم لا يجوز لي أن أنا أتبع مسلم بيبتدع في دين الله، فازاي ان انا اتبع واحد مش مسلم وابتدع في دينه المحرف بدعة لم تكن اصلا في ديني؟ وبعدين لابد ان نعلم، وخدوا بالكم مسألة مهمة جدا، لابد ان نعلم ان الاصل ان نتعامل مع اهل الكتاب غير المحاربين بالبر والاحسان والعدل. لحسن حد يقول لك ايه، يعني احنا مش هنحتفل يبقى نعاديهم بقى ونحاربهم. لا، مش ده الاصل. الاصل ان احنا نتعامل مع كل اهل الكتاب غير المحاربين بالبر والعدل والاحسان، لكن ليس لدرجة المودة والمحبة والموالاة. فيجب علينا، وبقول يجب علينا وركزوا، يجب علينا ان احنا لا نظلمهم ولا نغشهم ولا نخدعهم، بل نساعدهم على اعباء الحياة ان احتاجوا، ونعود مرضاهم، يعني نزور مرضاهم بنية عيادة المريض والدعوة إلى الله. وانتم كلكم عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، والحديث رواه البخاري، عاد غلاما يهوديا، يعني زار غلاما يهوديا في مرضه الشديد، وذهب إليه وقال: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه، وأبوه كان يهودي، فأبوه قال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي ومسح على لحيته وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الله أكبر. يبقى النبي رايح يزور غلام يهودي مريض. يعني أنا يجوز أن أنا أزور واحد مش مسلم ويكون مريض؟ يجوز طبعا، بنية عيادة مريض وبنية دعوته إلى الله سبحانه وتعالى خوفا عليه من النار. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب إيه سبب بقى نزول الآية دي يا حبايبي؟ سبب نزول هذه الآية إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخبرت أن أمها قتيلة بنت عبد العزى، وكانت كافرة، قدمت إلى مكة راغبة ومعها هدايا لابنتها أسماء. فقامت أسماء رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت له: إن أمي قدمت إلى مكة راغبة ومعها هدايا، يعني أستقبلها وأقعد معها. فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها. تمام؟ خدوا بالكم من حاجة، الصلة غير الموالاة.
قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صلة الرحم وصلة الوالدين إن كانوا كافرين ما فيهاش مشكلة خالص إن احنا نصلهم ونكرمهم ونطعمهم ونقضي حاجتهم ونعمل معهم كل حاجة، إلا إن احنا نطيعهم في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الموالاة فنهانا الله عز وجل عنها، قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتقليد يا حبايبي، خصوصا شبابنا ربنا يبارك فيهم، التقليد هو أحد صور الموالاة. اللي بيقلد الكفار في لبسهم وأعيادهم وتصرفاتهم ده أحد صور الموالاة. وأنا هسأل سؤال صغير: عمر حضرتك أو حضرتك عمركم شفتوا في حياتكم واحد يهودي أو نصراني بيحتفل بعيد الأضحى بتاعنا وبيجيب أضحية ويضحي ويوزعها على الناس؟ عمرها ما حصلت. عمرك شفت كده؟ طب ما حدش شاف كده خالص. طب ليه احنا بنحتفل بأعيادهم وهم اصلا ما بيحتفلوش بأعيادنا؟ قول لي يعني يا شيخ محمود، يعني هم لو احتفلوا بأعيادنا نحتفل بأعيادهم؟ لا طبعا، ده انا بقول لك بس مثال. اذا كانوا هم ما بيحتفلوش بأعيادنا، ايه سبب اصرار المسلمين؟ لدرجة اني سمعت بعض اهل الكتاب وهم بيتعجبوا حتى على السوشيال ميديا بيقولوا: يا جماعة الخير، ده عيد خاص بينا، انتوا بتحتفلوا معانا ليه؟ يعني هم نفسهم مستغربين على اللي احنا بنعمله. فاللي عايز اقوله لحضراتكم: اعتزوا بدينكم ولا تقلدوا احدا، دينكم اعظم الاديان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. وخدوا بالكم من حاجة، والله ثم والله الناس لا يصلحهم الا الشرع، لا يصلحهم المجاملات في العقيدة. طيب سؤال يا شيخ محمود: هل يجوز، طيب بقى تمام، انا لا هحتفل بالكريسماس ولا ههني حد بالكريسماس، طب هل يجوز ان انا احيي تلك الليلة بالعبادة؟ اقول لحضراتكم بكل بساطة: لو الواحد متعود طول السنة ان هو كل ليلة بيصلي قيام الليل وبيستغفر وبيقرأ القرآن، فلا مانع انه في الليلة ديت تمام يقوم ويصلي قيام الليل ويقرأ القرآن ويستغفر ويذكر المولى عز وجل. انما لو ما كانش متعود طول السنة انه يصلي قيام الليل ويحيي هذه الليالي بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فلا يقوم في تلك الليلة. ليه؟ لأن لا يجوز تعظيم هذه الليلة لا بمعصية ولا بطاعة. يعني لو خصينا الليلة دي، ليلة الكريسماس ديت، لو خصيناها بعبادة فلا يجوز، لأن هذا من باب تعظيم الليلة ديت. ولا يجوز إن احنا نحتفل بهذه الليلة لأن ده مش عيدنا. تمام كده؟ طيب يبقى إذن لو أنا متعود طول السنة بصلي قيام الليل، أقوم أصلي قيام الليل في هذه الليلة لأنها من ضمن الليالي التي أقومها طوال العام. أما تخصيص الليلة بعبادة فلا يجوز. طيب لو هنأني هو في عيدي، فهل أهنئه في عيدي؟ أقول لحضراتكم: ديننا دين يسر، لكن لا نستطيع أن احنا نجامل في مسألة العقيدة. يعني بمعنى إيه؟ بكل بساطة، جارك من أهل الكتاب يجوز لنا أن احنا نهنئه في مناسبات النجاح والأفراح والمناسبات السعيدة، واخد بال حضرتك؟ يعني دي كلها جائزة. يعني ابنه نجح أروح أهنيه وأجيب له هدية، مفيش مشكلة. ابنه اتجوز أروح أهنيه. ابنه ربنا نجاه من حادث أو مثلا دخل يعمل عملية بسبب حادث، أروح أزوره وأقدم له هدية وأدعوه إلى الله سبحانه وتعالى خوفا عليه، وهكذا. يبقى يجوز أن احنا نجاملهم ونهنئهم في كل الأمور الدنيوية ما دام ما فيهاش معصية لله سبحانه وتعالى. إنما في الأعياد المرتبطة بعقائد باطلة لا يجوز أن أنا أهنئه في تلك الأعياد. ورسالتي الأخيرة لأصحاب المتاجر اللي بيتاجروا بقى في الاشياء الخاصه بهذه الاحتفالات كالشجره وبابا نويل والكلام ده كله، بقول حضرتك كل ما تفعله من بيع هذه الاشياء محرم، وتعتبر يعني قد يعني بؤت بالاثم اذا كنت تتاجر في هذه الاشياء، ويكون كسبك حراما ولا حول ولا قوه الا بالله. ورساله اخيره لاصحاب المواقع أو الصفحات على التواصل الاجتماعي: لا تهنئ أحدا بهذه المناسبة ولا تنشر إعلانات تخص هذه الاحتفالات حتى لا تأثم، لأن هذا احتفال بعيد لا يجوز أبدا في شريعتنا ولا في عقيدتنا. ده كان مختصر الكلام عن مسألة حكم الاحتفال بالكريسماس أو التهنئة بالكريسماس. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى
الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.